وعليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم جديد من يوميات ميس أمال. النهاردة أنا هعمل معاكم الشفاط زي ما احنا شايفين كده. الشفاط أنا سيبته لما اتسخ خالص عشان نشوف على الواقع أنا هنضفه بإيه. ادي المروحة بتاعته، وادي اللي هي الشبكة اللي بتتحط عليه. بصوا الزيوت أنا بقربها لكم جامد اهو. بصوا الشفاط عامل ازاي. كنت عماله يعني اتحايل على حد من الولاد يطلع ايه يجيبهولي، كل يوم يقول لي بكره بكره بكره، وربنا ايه قواني وطلعت جبته. بصوا انا هعمله النهارده بحاجه ما تخطرش على بال حد. هي فكره جميله واحنا مجربينها. الاول يا جماعه عايزه اوريكم حاجه. احنا كنا عاملين قبل كده الصابون في القناه عندي وبطريقه جميله وبينضف، وحاطه عليه خل ومخليه بصوا مظبطاه. انا هامله الازازه دي كده من الصابون اللي انا عاملاه، عشان انا مش هجيب اي حاجه من بره ولا قهر للدهون ولا اي حاجه، بل بالعكس. انا هعمله النهارده بطريقه جميله موجوده في كل بيت، وفي اقل من 5 دقايق هينضف ويبقى زي الفل. ده الصابون اللي انا عاملاه، والطريقه عندكم في القناه. اللي ما عملش لايك بقى يا جماعه يعمل لي لايك يا حبايبي. انتوا عاملين ايه الاول؟ عشان احنا ايه بقالنا كتير ما شفناش بعض. وما عملتش فيديوهات. فادي الصابون اللي انا عاملاه عندكم في القناه، وسهل جدا وبرخيص. وديكوا شفت انا عملت كام كيلو. انا النهارده هغسل الشفاط. محتاجه حته سلكه قديمه عندي، خلاص انا هرميها. ماشي. طبق صغير كده، وهحط في قلبيه حبه زيت. ايوه حبه زيت، دهون بدهون. مش هو بيقول لك لا يسهر الحديد الا الحديد، وبرده لا يسهر الدهون الا الدهون. بصوا انا هعمل كده قدامكم كده حبايبي، شايفين؟ يا رب الكاميرا بس تكون موضحه. اهو اهو. هعوز كده هعوز الزيت، وهدعك قدامكم اهو بكل سهوله. شايفين؟ بصوا بصوا دي من دي اهي. شايفين اهي؟ شايفين من غير اي مجهود. شايفين اهو بالزيت. وممكن لو انت عايزه تحطي زيت عادي تكون اوسخ في طاسه بتاع برضو عادي هيغسل معاكي اهو. هنعمل واحده كمان. انا عايزه اوريكم دي من دي. بصوا اهي دي جنب دي. هعمل لكم دي كمان كده قدامكم اهو. حبه الزيت اهو، ما باخدش حاجه الا الزيت اهو. والله ما بدعك حتى جامد اهي. بصوا من غير حتى يعني اتك على الليفه على السلكه اهي. شايفين؟ عشان الناس اللي بتقول لك لا الزيت مش هينضفه، لا هينضفه. وقبل كده انا عملته بصراحه بطريقه الدقيق برضو كان حلو، بس مش بالطريقه الجميله دي اهو. شايفين؟ طبعا انت بقى تمسكي حته حته كده وتطلعي الدهون كلها. انا بعمل لكم بس بسرعه عشان ما اطولش عليكم الفيديو اهو. هعمل واحده تاني وبعدين هكمل مع نفسي اهو. اهو بصوا بسهوله خالص. السلكه دي خلاص انت هترميها، مش محتاجاها تاني. كل ما يكون خلاص انت هترمي السلكه ما ترميهاش، تشيليها. واما تيجي تدعكي سيراميك الحمام، قاعده الحمام، الشفاط بالسلكه القديمه وترميها اهو. يا رب يكون واضح اهو. بصوا بقى اهو. انا كده عملت ايه؟ عملت دي واحده، ادي 2، ادي 3، وادي عندي لسه 3 ما خدوش في ايدي 5 دقايق طبعا. وبرده هوريكم من الحته دي تبقى واضحه اكتر. شايفين؟ بصوا الدهون هعوزها كده زيت اهو قدام عينينا اهو. شايفين اهي اهو اهو. ادي الفرق من الحته دي والحته دي بحبه الزيت. هخلص انا بقى الشفاط وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وبعدين نقول هنعمل ايه. وزي ما احنا شايفين كده انا دعكته، وهو بقى كله دهون كله زيت.
زي اي طبق وسخ عندك او حله في الحوض عايزه تتغسل، خلاص هو كده. بصوا، ونفس المعلقتين الزيت انا ما كترتش منهم ولا حطيت غيرهم. طبعا احنا الزيت، ما احنا كده كده الصابون بنعمله من الزيت. هنجيب بقى شويه شويه صابون من اللي احنا عاملينه ده. على فكره انا حاطه عليه خل عشان يدوي الحاجه كده ويدوي المواعين. هاخد بقى منه كده وصبينه عادي خالص، شايفين اهو كده، وصبينه تحت الحنفيه. بس انا هديله دعكه كده بالصابون. بصوا 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 بقى زي القشطه الزق. والله العظيم كنت الاول بحت الهم واقعد اقول اجيب اجيب ده ولا اجيب اللي بيعمل ده الدهون ولا. الحمد لله الزيت فعلا فعلا حل المشكله. الزيت يا جماعه حل المشكله. ولو وقع منك شويه زيت في قلب الارض، مثلا الطاسه وقعت منك غصب عنك ولا حاجه، تعملي ترش عليها دقيق الاول وتلميها بالمقشه وبعدين تبقي تمسحي. انا هفتح الميه عشان بس انضفه لكم واوريه لكم، وبعدين لو في حاجه هنكملها. يا رب تكونوا شايفين. بصوا بصوا، واغسله مره برضو كمان هو والشفاطه ديت. نجيب الصابون تاني. ممكن بقى لو عندك بريل، عندك حاجه تدعكيه برضو بيهم. اي بقى اي بتاع مواعين، اي بتاع مسحوق بتاع المواعين تغسلي بيه. كمان عشان اخلي بياضه هيزيد اكتر هقول لكم دلوقتي هعمل ايه، عشان طبعا احنا عارفين الشفاط بيتملي دهون وبقى اسهل من غسيله مفيش. شايفين؟ ممكن تجيبي عندي فرشه بتاعت سنان قديمه، واجيب مثلا الحته اللي انا مش طايقاها دي اغسلها كده اهي. ممكن متعرفيش تخش فيها. بصوا اهي، شايفين؟ حته سلكه بقى بحته فرشه باي حاجه. كده بعد الزيت غسله مبدئيه. وانت بقى كملي بقى عليه لو في حاجه، بس انا بديكي الفكره ان انت بالزيت غسلتي غسلتي الشفاط. بصوا شفتوا منظره، هو كان كده اهو. هخلص وارجع لكم. وبكده اهو غسلنا الشفاط بقى زي الفل زي ما احنا شايفين اهو. بصوا بالزيت زي ما قلت، وادي الظهر بتاعه تمام اهو. وغسلت كمان الشبكه بتاعته ديت زي الفل اهي كمان اهي. بصوا بقى قشطه خلاص، عشان اصفيه بقى وابقى اركبه لما يصفى. ودي الطريقه بتاعت غسل الشفاط بالزيت. وديكوا شايفين الحوض زي الفل من الصابون اللي انا عاملاه، بيرغي وبيخلي الحاجه زي الفل. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير مع يوميات مس امال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.